تعالوا نعمل أطيب حلا اللي هو ليالي لبنان، وخاصة برمضان كثير مرغوبة، سهلة وسريعة ومكوناتها بسيطة. فعلا وصفة تستحق التجربة على قد ما تطلع طيبة. تابعوا الفيديو إلى النهاية ويلا نبدي بالمكونات ونقول بسم الله. عندي هوني 5 أكواب حليب، وكوب شكر، وكوب سميد. نخلطهم بس يندمجون عندنا، بعدها نعلق النار. وضروري من البداية تكون النار عندنا وسط حتى تتفتح عندنا حبات السميد وتستوي، ونبقى نحرك باستمرار. ومن تظهر عندنا الفقاعات نضيف معلقة أكل ماء زهر يعطيها طعم حيل طيب، ومكعب زبدة أو معلقة أكل زبدة. وإذا تريدون تضيفون شوية مستكة هم حسب رغبتكم. بس تذوب الزبدة عندنا راسا نفرغها بقالب، بس نمسح القالب بشوية ماي، وبعدها نصب الخليط ونمده بالتساوي. ونغطيها بقطعة نايلون حتى لا ينشف الوجه عندنا، ونتركها على صفحة إلى ما تصير عندنا بدرجة حرارة المطبخ. هوني صارت عندي بدرجة حرارة المطبخ. راح أضيف لكوب قشطة، استخدموا أي نوع قشطة تحبون طعمه، ونمده بالتساوي. راح أزينها بالفستق وورد محمدي يعطيها طعم حيل طيب. وبس نكمل نحطها بالثلاجة لمدة 4 ساعات تبرد. عندي هوني كوبين شكر، وكوب مي، وربع معلقة شاي ليمونديزي أو ملح الليمون، ونخلطهم إلى ما يذوب الشكر عندنا. وبس تبدي تغلي عندنا نتركها على نار وسط لمدة 5 دقايق. وهوني بعد 5 دقايق نطفي النار ونتركها على صفحة تبرد. وهوني بعد ما بردت عندي راح أقطعه وأقدمه. وأضيف له شوية شيرة على الوجه وأقدمه. كمية الشيرة اللي تضيفوها حسب رغبتكم، وبصراحة ما ينشبع منه، بس تجربوها أنا متأكدة راح تعملوها أكثر من مرة برمضان. وهذه كانت وصفتنا اليوم، وإذا عجبتكم الوصفة المقادير مكتوبة بصندوق الوصف، وألف عافية.